أهلا يا شباب. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا لأي حد عايز يبدأ يوتيوب ويحقق ربح منه. الموضوع هو إزاي تختار النيتش الصح لقناتك. اختيار النيتش الصح هو المفتاح لكل حاجة. بيحدد نوع الجمهور اللي هيجيلك، نوع الفيديوهات اللي هتعملها، وكمان فرص الربح قدامك. أول خطوة، ركز على اهتماماتك الشخصية. اسأل نفسك، إيه الحاجة اللي بتحبها بجد؟ ألعاب، تعليم، تكنولوجيا، تحديات، نصائح عن الربح. لو هتشتغل في حاجة بتحبها، هتقدر تصنع محتوى طويل المدى من غير ملل. ثاني خطوة، شوف السوق والمنافسة. افتح يوتيوب وشوف القنوات اللي موجودة في المجال اللي اخترته. ركز على الفيديوهات اللي عليها مشاهدات كويسة. ده هيساعدك تعرف الجمهور بيحب إيه واللي ممكن يكون ناقص ومحتاج محتوى جديد. ثالث خطوة، خلي النيتش محدد وواضح. متعملش قناة عامة فيها كل حاجة. ده بيخلي المشاهد مش عارف هو بيشوف محتوى عن إيه. مثال، بدل ما تعمل قناة تكنولوجيا عامة، ركز على تجارب ومراجعات موبايلات بأسلوب سهل وممتع. رابع خطوة، اختبر المحتوى. اعمل 3 إلى 5 فيديوهات صغيرة وشوف أي نوع محتوى بياخد مشاهدات أكتر. بعدها ركز عليه وطور منه. ده هيوفر لك وقت ومجهود ويخليك أسرع في جذب المشتركين. وأخيراً، ركز على جمهورك. شوف التعليقات، اسمع احتياجاتهم، وحاول تحل مشاكلهم أو تخليهم مستمتعين. كل ما يكون النيتش محدد والجمهور مرتبط بيك، هتشوف نمو في القناة والمشتركين بسرعة. وده أول خطوة حقيقية للربح على يوتيوب. ولو عايز نعمل سلسلة كاملة عن تحقيق الربح، قولي في الكومنتات. ما تنساش تدمر لايك وتعمل اشتراك في القناة وتفاعل زر الجرس. وبس، كان معاكم كينج تيوب برو، ومع السلامة.